قرر وائل القباني مدير الكرة في فريق نادي الزمالك منع أي لاعبي من لاعبي الفريق بالأدلاء بأي تصريحات إعلامية، وذلك في إطار حرص الجهاز الفني على منح الفريق مزيد من الاستقرار خلال الفترات القادمة، حيث يرغب الزمالك في منح الاستقرار للفريق قبل مباراة بيراميدز الهامة يوم الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة من مرحلة حسم الدوري على ملعب استاد القاهرة. وحذر القباني لاعبي الفريق من مخالفة هذا القرار، وإلا سوف يتم توقيع عقوبات قوية وفقاً للائحة العقوبات الداخلية. وأكد أن أي تصريح لابد أن يخرج عبر منصات النادي الرسمية، وأن لا يكون هناك تصريحات خارجية. ويرغب الزمالك في الفوز على بيراميدز لتقليل النقاط على أمل اللحاق بالمنافسة على المركز الثاني ومقعد دوري أبطال أفريقيا. حظر زيزو إلي التحقيق الذي تم استدعاؤه إليه بسبب غيابه لمدة 25 يوماً عن المران بدون أسباب، وتم التحقيق معه وعلمنا بعض ردوده. زيزو أكد أنه تغيب عن المران طوال هذه الفترة لأنه لم يكن يشعر بالأمان بعد دهس صورة بالأقدام في النادي، مشيراً إلى أنه تحمل الكثير من أجل الزمالك وهو لديه مستحقات متاخرة منذ فترة طويلة ولم يحصل عليها. وبالنسبة للغياب عن مباراة إياب دور الثمانية في الكونفدرالية، أكد أن إدارة النادي هي من طلبت منه عدم المشاركة في اللقاء وهو كان جاهز للمشاركة، وعن استخراج تأشيرة أمريكا. أكد أن الأمر لا علاقة له بالتوقيع لأي ناد، موضحا أن عدد من لاعبي الفريق لديهم هذه التأشيرة مثل عبد الله السعيد وحسام عبد المجيد، وواصل ردود التسريب عقدي مع الزمالك. سبب لي حالة غضب إلى جانب تسريب تفاصيل المفاوضات، كل هذه الأمور كانت غير طبيعية. أكد طبيب الفريق أن الفحوصات الطبية الأولية التي خضع لها الثنائي محمد صبحي وناصر ماهر لاعب الوسط أثبتت عدم وجود كسور، مؤكدا أن حالتهم الآن مطمئنة جدا. وعن التونسي أحمد الجفالي، أكد طبيب الفريق أنه سيخضع لأشعة طبية اليوم للوقوف على حالته بشكل دقيق وتحديد موعد عودته إليه. التدريبات الجماعية